شعوب المنطقة بهذا الاتجاه، أنا أقول لكم الأمريكيون سيخرجون من منطقتنا مذلولين، مهزومين، مرعوبين، مرهوبين، كما خرجوا في السابق. الاستشهاديون الذين أخرجوا أمريكا في السابق من منطقتنا ما زالوا موجودين، وأكثر بكثير مما كانوا في السابق. المجاهدون والمقاومون الذين أخرجوا الأمريكيين من منطقتنا في السابق كانوا قلة قليلة مستضعفة تخاف أن يتخطفها الناس، واليوم هي شعوب وقوى وفصائل وجيوش وتملك إمكانات هائلة. إذا عملت شعوب منطقتنا على هذا الهدف، ما هي النتيجة؟ عندما تبدأ بهذه الشفافية، مش المطلوب أعمال صوتية وحتى شيء يعني بلا طعمة، بالدقة عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش، عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات. يجب أن تكون إرادتنا في محور المقاومة، يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وأبو مهدي، هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. وإذا تحقق هذا الهدف، وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله، سوف يصبح تحرير القدس واستعادة الشعب الفلسطيني والأمة لفلسطين وللمقدسات المقدسات في فلسطين سوف تصبح على مرمى حجر. عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون. قد لا نحتاج إلى معركة مع إسرائيل. سأختم بالقول: ترامب الجاهل والذين معه من الحمقى هم لا يعرفون ماذا فعلوا، يبدو أنهم لا يعرفون ماذا فعلوا. هؤلاء الحمقى والجهلة لا يعرفون ماذا فعلوا. الأيام ستكشف لهم. أنا أقول لهم، أستعير بعض أدبيات السيدة زينب عليه السلام: يا ترامب ويا أمريكيين، أي دم لنا سفكتم، أي دم لنا سفكتم، وأي كبد لنا فريتم. هذا ليس كأي دم، وهذا ليس كأي كبد. هذه قصة مختلفة. اليوم القصاص العادل من أجل قاسم سليماني هو القصاص العادل من أجل عماد مغنية، ومن أجل عباس الموسوي، ومن أجل راغب حرب، ومن أجل مصطفى بدر الدين، ومن أجل أبو مهدي المهندس، ومن أجل كل شهداء هذه الأمة. نحن عندما نأخذ هذا الخيار لا من موقع الانفعال ولا شيء، بالعكس. حج قاسم أنا شخصيا أنا كتبت أنا أغبطه، أنا مبسوط له، هو ارتاح
وأن